بسم الله، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا مهمة جدا جدا. هنتعرض لكونسبت جديد وهو كونسبت الباترنز، وهنشوف ايه هي أهمية الباترنز في عالم السوفت وير عموما، مش لازم حاجة خاصة بالباك اند يعني. فنبدأ بتعريف الباترن. انت طبعا انت شايف دلوقتي انا كاتب باترن وجنبه ام في سي، انت ممكن تكون عارف الام في سي من قبل كده، وفي الأغلب لو أنت لسه بتتعلم الباك إند أو لسه جديد على عالم السوفت وير فيبقى بالنسبة لك إيه MVC وإيه باترن دي. فإحنا هناخد الموضوع من الأول. الباترن يعني لو هنجيبها بالعربي بعيدا عن الترجمة الحرفية، هو نمط متكرر. زي ما أنت ما تشوف حاجة كده بتشتغل بنمط متكرر، فأنت بتحفظ النمط بتاعت الشغل بتاعها. يعني أنت لو قدامك لمبة بتنور مثلا، ده حاجة توضيح، مثلا بتنور مثلا أزرق بعدها أحمر بعدها أخضر، بعد كده بتعيد الكرة من تاني، أزرق بعدها أحمر بعدها أخضر. وهي عند الأزرق فأنت خلاص حفظت الباترن بتاعها، فأنت عارف اللي هي بعد الأزرق هتروح الأحمر وبعد الأحمر هتروح أخضر. فهي ده الكونسيبت بتاع الباترن. اللي احنا بيبقى عندنا مشكلة، مش مشكلة اللي هي حاجة وحشة، يعني تحدي ما بين الناس أو حاجة عاوزين نلاقي لها حل، فاهمين قصدي؟ فبنلاقي لها حل. تمام. والمشكلة دي بتبقى لها خاصية مهمة، إنها مش بتقابل مثلا محمود لوحده، لأ بتقابل مثلا أحمد، بتقابل محمد، بتقابل ناس كتير. فحد بيلاقي لها مثلا حل، فبيبدأ يكتب على الحل ده، وتبدأ الناس تستخدم الحل ده لحل المشكلة دي. فاحنا بنعتبر الحل ده بقى بدل بمعنى ايه؟ اللي احنا أول لما بنبدأ نشوف المشكلة بنبدأ خلاص، يعني إحنا عرفنا إن المشكلة دي موجودة، فإحنا عارفين إن في pattern بيحلها بدل ما إحنا لسه نعمل حل بنفسينا للمشكلة دي. تمام. فإحنا خلاص اتفقنا إن إحنا بتبقى عندنا مشكلة، مش مشكلة خاصة بيا أنا، لأ مشكلة أو تحدي بيواجه ناس كتير. بعد كده بيبقى في حل ليها، الحل ده مثلا اللي عمل الحل بينشره، فالناس تبدأ تتقبل الحل ده. والحل ده بعد لما الناس بنقول عليه pattern، أو لما الناس تبدأ تستخدمه كتير، والحل ده بندّي له name ليه بقى؟ لإن أنا أول ما أقول لك الاسم بتاعه، فأنت بسهولة تقدر تتعرّف إيه المشكلة اللي الراجل ده كان بيواجهها، وإيه الحل الrequired عشان نحل المشكلة دي. فإحنا عندنا pattern اللي هو اسمه الMVC. طب ليه إحنا محتاجين نستخدم الMVC؟ لو تفتكر إحنا قُلنا واحدة من الأساسيات اللي إحنا عاوزين نحققها لمّا إحنا بنكتب الكود بتاعنا. تعالَ ناخد السطر الكود ده كده. ماشي. طب سيبونا دلوقتي. واحدة من الأساسيات اللي إحنا عاوزين نحققها وإحنا بنكتب كود، إن الكود بتاعنا يكون clean وسهل إنه يحصل له maintain. إن الكود بتاعك يكون clean مش مقصود بيه اللي هو يكون حاجة perfect. خد بالك أنت كل لما بتكتب حاجة هيكون وتخلصها هتبص عليها تحس إن لأ، كان ممكن أعمل أحسن من كده. ففكرة التحسين على الكود ما بتنتهيش الحاجة اللي أنت بتكتبها. فاهمين؟ فالهدف اللي أنت تكتب clean كود مش إنه يكون perfect كود، لأن دي حاجة مش هنقول صعبة، بس أي كود بيتكتب كل شوية هيتحسّن عليه، يعني حاجة لا نهائية. بس الجول الأساسي ليك إن أنت تكتب كود سهل يحصل له maintain. ليه سهل يحصل له maintain؟ لأن الكود بتاعك لو clean واللي بيشتغل بعدك أو اللي بيشتغل معاك قادر يقراه وقادر يفهم الكود ده إيه اللي بيعمله بالضبط، فيبقى قادر إنه يعدّل عليه بسرعة وقادر يضيف حاجة عليه بسرعة. تمام، تمام. لأن أنا لو كاتب كود بيحل مشكلة معيّنة أو بيحل problem معيّنة أو بيأدّي غرض معيّن، والكود ده ما فيش حد غير أنا اللي أقدر أفهمه وأقدر أخُش وأعدِّل فيه. طب كده أنت بالنسبة لك ما فيش مشكلة، بس في الآخر في ناس غيرك هتدخل وتشتغل على الproject ده ومحتاجة تعدِّل فيه. أنت ممكن تقول برضه اللي أنا لأ، بالنسبة لي ما فيش، طالما بالنسبة لي ما فيش مشكلة فالموضوع يعني لأ. أحب أفاجئك أنت بعد فترة معيّنة لمّا تيجي تشتغل على الproject ده، لو ركنته يعني شوية أو بعدت عنه شوية، لمّا تيجي تقرا الكود بتاعك اللي أنت كاتبه، تلاقي نفسك بتعاني عشان تعدِّل فيه. تمام، تمام. فإحنا الهدف بتاعنا مش إن إحنا نستخدم patterns وخلاص، دي حاجة مهمة جدًا نحط تحتها مليون 500 سطر، مليون سطر، مليار سطر. الهدف بتاعك إن أنت مش إن أنت اتعلمت pattern اللي أنت تروح أي use case تقابلك تروح مستخدم pattern، لأ، الهدف خلّي الgoal بتاعك اللي أنا أكتب كود سهل إنه يحصل له maintain. والله أنا قابلتني مشكلة ليها solution أو ليها pattern معيّن بيحل المشكلة دي،
فابدأ أستخدم الpattern ده. لكن والله أنا بتقابلني مشكلة وحلها أسهل ومش مستاهل إن أنا أستخدم pattern مُعقّد أو pattern مخصوص ليها، فاحلها عادي، مش لازمًا يعني أستخدم patterns، يعني مش لازمًا كل حاجة أستخدم لها pattern مشهور، فاهمين قصدي؟ فأنت الgoal الأساسي بتاعتك لأي حاجة تعالَ كده عشان نعمل اللي هنا، عشان برضه تبقى سهلة. ده الgoal الرئيسي لأي حاجة أنت هتكتبها، فاهمين قصدي؟ ده الجول الرئيسي، يعني بعيدًا عن أي حاجة تانية، ده الجول الرئيسي بتاعك اللي أنت تكتب كود سهل إنه يحصل له maintain وسهل اللي بعديك يقراه ويعدّل فيه. الpatterns بتساعدنا في ده، بس هي مش إيه، مش حل سحر، بمعنى إيه، اللي أنا لو بدأت أستخدمها في غير موضعها، يعني أنا قابلتني مشكلة ورُحت استخدمت pattern بس الpattern ده أو إما إيه، لو الpattern ده مش هو المناسب لحل المشكلة دي، فأنا مش باعمل كود سهل التعديل، لأ ده بالعكس، ده أنا كده خلّيت الكود بتاعي complex لإني استخدمت pattern غير مناسب في مشكلة بتواجهني. تمام، تمام. فأنت قبل ما تستخدم أي pattern لازمًا أول حاجة تعرف إيه الصعوبة اللي بتواجهك، هل الحاجة دي أو إيه المشكلة اللي بتواجهك، هل المشكلة دي ليها pattern والّا لأ؟ طب لو ليها pattern هاستخدم الpattern ده، طب لو ما لهاش خلاص ما تستخدموش. دي حاجة تحط تحتها مليون خط، لإن زي ما قُلنا معلش أنا باعيد الجملة دي مليون مرّة وممكن الناس تزهق منّي، لإن صدّقوني في ناس أول لمّا بتتعلّم الpatterns أي project يشتغل عليه يبدأوا يستخدموا patterns كتير، يبقى هو بيستخدم الpattern للpattern ذات نَفْسه، مش اللي هو مثلًا أنا واجهتني مشكلة فابدأ أستخدم الpattern اللي هيحل لي المشكلة دي، لأ هو بيبدأ بالعكس، بيبدأ بالpattern وبعدها أشوف بقى هل المشكلة دي تستاهل أستخدم فيها الpattern ده والّا لأ. فاهمين قصدي؟ طب الMVC هو pattern بيساعدنا في إيه؟ بيساعدنا عشان نimplement أو بيساعدنا في حل مشكلة في الsoftware اللي هو مسؤول إنه يgenerate user interface للclient بتاعه. إحنا بيبقى عندنا إيه، بتبقى عندنا الinterface اللي بتظهر للuser وبتبقى عندنا data وبيبقى عندنا logic. إزاي أنا أقدر أكتب كود هيكون فيه ال3 modules دول بحيث إن الكود مش بيبقى إيه، مش يبقى صعب ومش يبقى hard to maintain لأن أنا قدّامي 3 حاجات، أول حاجة أنا كsoftware الMVC زي ما قُلنا إيه المشكلة اللي بيحاول الMVC يحلّها، المشكلة اللي الMVC بيحاول يحلّها اللي هو ساعات بيبقى عندك software مسؤول إنه يعمل generate الuser interface للclient تمام. طب هل هو هيكون فيها كود الخاص بالuser interface بس؟ لأ، بيبقى في برضه الbusiness logic code تمام. زائد الbusiness logic code بيبقى فيه الكود اللي مسؤول عن الdata إنه retrieve الdata ويجيب الdata عشان يبدأ يودّيها للbusiness logic code يعمل عليها الlogic الخاص بيها، الخاص بيه على الdata دي، وبعد ما يخلّص والله يبدأ يعرضها في الuser interface. فأنا عندي 3 modules فدي مشكلة common. فالناس جابوا pattern أو عملوا حل عملوا حل للمشكلة دي وسموا الpattern MVC. برضه حاجة تانية مش هتلاقي patterns مختلفة بتحل نفس المشكلة، تمام. فأنت كل pattern هتلاقي حاجات common في الpatterns المختلفة، بس خلّي تركيزنا دلوقتي بما إن الconcept لسه جديد عليك، خلّينا نركّز على مفهوم الpattern وخلّينا نركّز على الpattern اللي إحنا بنشرحه النهارده الMVC. يبقى المشكلة اللي الMVC بيحاول يحلها إيه، اللي إحنا عندنا software مسؤول إنه يعمل generate لuser interface. بس إحنا مش عندنا الكود اللي بيعمل generate للuser interface أو الكود الخاص بالuser interface بس، لأ إحنا عندنا الكود الخاص بالbusiness logic، عندنا الكود الخاص إنه retrieve الdata من الsource أيًا كان الsource ده كان database files على السيستم أيًا كان، تمام. فإحنا عاوزين pattern يساعدنا إن إحنا نعمل separation between الbusiness logic أهو والdisplay تمام. فطلع لنا الconcept اللي هو الMVC. الMVC طبعًا طلع بعده patterns بعد كده. بس خلّينا نركّز على الMVC. بيقول لك والله أنت عندك 3 modules أساسيين عندك في الكود بتاعك. 3 modules دي ممكن تعتبرها مثلًا لو أنت شغال في project تعتبرها folders تعتبرها class أيًا كان، فاهم قصدي؟ مش دي اللي هنقف عندها. 3 modules ممكن أنت تعمل لها إسقاط على أي حاجة بالframework اللي أنت بتستخدمه. فأنت بيبقى عندك concept اللي هو الmodel ده بيبقى مسؤول الmodule ده بيبقى مسؤول اللي هو الdata and إيه
and الbusiness logic اللي هيتم مع الداتا دي. تمام، تمام. عندك الview بيبقى مسؤول عن الlayout والdisplay. تمام. إزاي الuser interface هتظهر للuser للclient أو الuser. الcontroller هو بيبقى بيراوت، مسؤول إنه يhandle الroutes. تمام، وهو بيبقى حلقة وصل بين الmodel والview. تعالَ نشوف هنا بالرسم البياني ده. أنت بيبقى عندك الcontroller مثلًا بييجي له action من الview. تمام، بيروح يكلم الموديل يقول له والله أنا جالي action. تمام، فالموديل بيستقبل الإيفنت ده من الكنترولر، وبعدها الموديل يبدأ يابديت الداتا وينفذ البيزنس لوجيك، وبعدها يعمل ابديت للفيو. طب هل الفلو بتاع الكوميونيكيشن ده ممكن يكون كده بس؟ يعني ممكن بيكون بالطريقة دي إن الفيو يروح يكلم الكنترولر والكنترولر يروح يكلم الموديل؟ لا، الفلو بتاع الكوميونيكيشن ممكن يتم بطريقة مختلفة. خلينا كده نعمل على الرسمة بتاعتنا. احنا قلنا عندنا ايه؟ عندنا الفيو. تمام، وعندنا ايه؟ الكنترولر، وعندنا ايه؟ الموديل. في الأغلب في الباك إند بالذات هتلاقي الفلو بتاع الام في سي ماشي كده، عكس الفلو اللي احنا عكس الفلو اللي احنا لسه قايلينه من الأول، من الفلو اللي احنا لسه قايلينه من شوية. تمام، بيجي ريكوست للكنترولر. ماشي، الكنترولر بيقدر يعرف الراجل ده عاوز يكلم ايه بالظبط، فبيروح يكلم الموديل يقول له جيب لي الداتا، فالموديل يرد عليه بالداتا. بيروح يكلم الفيو يقول له انا جبت لك الداتا، رجع لي HTML بيظهر الداتا دي. فالفيو رجع له ال HTML، هو بيدي الداتا. بيقول له هاندل ذا ريكويست، بيدي له الريكويست. ماشي، المعلم ده بيرجع له الداتا. ماشي، تعالى كده. وفي الآخر الراجل ده بيرد على HTML. تمام، ده الفلو. طب انت هتقول لي والله ده الرسمه دي مختلفه عن الرسمه دي. زي ما قلت لك الام في سي، تعالى بقى ننزل هنا. الام في سي كباترن احنا ما بنستخدموش بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الباك اند. لا، انت ده هو اصلا معمول اساسا للفرونت اند ابلكيشنز. فانت هتلاقيه بيستخدم مع الفرونت اند فريم وركس، مع الاندرويد ابس، مع الاي اس ابس. فانت هتلاقي دايما هم عندهم في اسمه ده، في الdevelopment بتاعهم بيبقى عندهم حاجة اسمها view. الview دي اللي هي بتعرض الuser interface للuser، وفي نفس الوقت بتهندل ايه الinteraction بتاعة الuser على الاب. زي مثلا الinteraction زي ايه؟ زي ما انت بتمسك كده بتفتح application، والابلكيشن ده ممكن تكليك على بوتن. فاهمين قصدي؟ فهو الفيو بيبقى مسؤول عن هندلة الكليك على البوتن دي. تمام، وهكذا. طب زي ما قلنا الMVC من الآخر ما مش بيحكمك في طريقة الcommunication تتم بين ال3 modules إزاي. يعني هو مش بيقول لك خلّي والله الcontroller يكلم الview والview بعدها يكلم الmodule. لأ، هي بتبقى فيها حتّة dynamic كده، يعني على حسب الproject اللي أنت شغال عليه، ممكن أنت تعدّل فيها شوية. يعني مش حاجة static لازمًا تنفذها زي ما هي. ده برضه عيب لمّا الناس بتقرا كُتب أو الناس بتقرا مقالات، لمّا بيشوفوا الناس كاتبين في حاجة معيّنة فبيروحوا ممكن ينفذوها زي ما هي، ومش يعملوا عليها أي تعديل حتى لو بنسبة طفيفة، بحيث إنها تخدم الproject بتاعهم. والدليل قدامنا حاجة زي الMVC قال لك أنت عندك model وview وcontroller. لو أنت جيت تعمل له implementation على مستوى الfront end، هتلاقي الflow بطريقة معينة. فاهمين قصدي؟ طب لو جيت تعمل له implementation على مستوى الback end، لا، هتلاقي الflow اتغير دلوقتي، لأن أنا في الback end ما عنديش حاجة concept اسمها اللي أنا باهندل الclicks بتاعة الuser. فاهمين قصدي؟ طب أنت في الآخر بترجّع HTML لل للuser. ماشي، فأنت في الآخر ده HTML اللي هي في الآخر يعتبر user interface. طب الراجل ده لمّا بيحصل click هو بيبعت لك بقى request على الكنترولر، والكنترولر يروح يكلم الموديل، والموديل يروح يكلم الفيو. ماشي،
بس هنا ناخد بقى معلومة مهمة، لو تفتكروا إحنا شرحنا في الفيديو اللي فات بالضبط، قُلنا اللي أنت كback end logic ممكن تكون مسؤول عن إن أنت تعمل generate للHTML page. تمام، فأنت بنسبة كبيرة لو لقيت نفسك داخل في project هيكون فيها الback end مسؤول إنه يعمل generate للHTML page، فأنت بنسبة كبيرة هتلاقي بيتم استخدام الMVC كback end. لأن هو في الback end هو الMVC هو الpattern أشهر patterns الناس بتستخدمه في لمّا يكون الback end مسؤول إنه يعمل generate لHTML page. لكن في الfront end اللي هي سواء أندرويد أو مثلًا iOS أو الfront end الframeworks المختلفة أيًا كان هتلاقيهم بيستخدموا حاجات كتيرة، هتلاقيهم بيستخدموا MVC وبعد كده ظهر حاجة اسمها MVVM، هتلاقي ظهر حاجة اسمها MVB. هتلاقي ظهر حاجة MVW، بس أنت في الback end هتلاقي أشهر حاجة الناس بيستخدموها MVC، وفي حاجات هتلاقي بيستخدموا الMVVM الmodel view model. تمام، هتلاقي الاتنين ده ممكن لو في وقت نبقى نشرح الmodel view model. تمام، هrecap بس اللي أنا قُلته. أول حاجة إحنا قُلنا concept الpattern اللي هو إيه، بيبقى عندي مشكلة بيبقى لها solution، الsolution ده بس قبل المشكلة قُلنا المشكلة دي لازمًا تكون إيه، أو التحدي ده يكون إيه common بين الناس، يعني بيقابل ناس كتير، فحد لقى له solution، الsolution ده بيدّي له اسم، فتصبح المشكلة معروفة والحل بتاعها معروف واسم الpattern اللي بيحل المشكلة معروف. تمام. ده الفلو الطبيعي. طب أنت في الآخر هل هدفك اللي أنت تستخدم أي pattern وخلاص؟ لأ، مش الهدف بتاعي اللي أنا أستخدم أي pattern وخلاص أو أخلّي الكود بتاعي اللي هو cleaner بنسبة 100% أو perfect code بنسبة 100%. لأ، مش ده الهدف بتاعك، مش ده الهدف بتاعك الأساسي وأنت بتكتب software، ولا الهدف بتاعك إن أنت تستخدم patterns وخلاص، ولا الهدف بتاعك إن أنت تكتب perfect code وخلاص. الهدف بتاعك إن أنت تكتب كود بيحقق الbusiness، بيحقق المطلوب من الbusiness، وفي نفس الوقت الmaintain بتاعه يكون سهل، وفي وسائل كتيرة إن أنت تخلّي الmaintain بتاعه يكون سهل، وواحد الوسائل دي اللي أنت لمّا بتقابلك مشكلة common problem ويكون لها pattern مشهور، فأنت تستخدم الpattern دي فيبقى الmaintain بتاع الكود بتاعك سهل. بس برضه دي نقطة زي ما لها إيجابيات ليها أضرار، هي مش في الpattern ذات نفسه. إيه أضرارها؟ إن في ناس بتروح تستخدم الpattern وخلاص. يكون مش مواجهه نفس المشكلة فيروح يستخدم الباترن وخلاص. معلش أنا عمّال أعيد في نفس النقطة دي، لإن دي أكتر مشكلة بيقع فيها الناس اللي لسه متعلمين الpatterns. فهو أول لمّا بيتعلم بييجي له إحساس إن أنا لازمًا أستخدم الباترن وخلاص عشان الناس تقول عليّا إن أنا فاهم برمجة وفاهم باكتب كود حلو. اتكلمنا عن الباترن اللي هو MVC. قُلنا الMVC كباترن كconcept طلع ليه؟ عشان يحل مشكلة بتواجه الsoftware اللي بيكون مسؤول إنه يعمل generate للuser interface للclients. تمام، وقُلنا إن الpattern ده بيتم استخدامه في الback end وبيتم استخدامه في الfront end. تمام. الflow بتاعه في الfront end ممكن يكون مختلف في الback end، ودي ناس كتير بتتلخبط فيها، ييجي مثلًا يشوف شرح على مقالة أو فيديو يشوف الMVC يلاقي الflow مثلًا كده، يروح مثلًا وهو شغال back end يشوف الflow يلاقي الflow مختلف خالص. زي ما قُلنا هو الpattern مش بيجبرك على flow معيّن، فاهمين قصدي؟ يعني خلّي في حتّة flexibility كده. تمام، أنت الflow بتاعك في الback end اللي يهمنا إحنا حاليًا، أنت بييجي لك الcontroller بيستقبل الrequest، بيروح يكلم الmodel يجيب منه الdata، والcontroller بعد ما يجيب من الmodel الdata، الcontroller يروح يكلم الview. برضه إيه حتّة الflexibility، الmodel ده مش لازمًا يكون class واحدة، يعني أنت ممكن الmodel ده يكون عبارة معلش عشان برضه الناس بتتلخبط في الحوار ده، ممكن يكون عبارة عن class بتكلم class بتكلم class مختلفة، فاهمين قصدي؟ وكلّهم تحت الpackage الخاصة بالموديل، يعني مش لازمًا الموديل ده تكون class واحدة هي اللي بتروح تretrieve الdata وترجّعها للcontroller. لأ، هو ممكن الموديل ده يكون متكوّن من أكتر من class، فاهمين قصدي؟ نيجي نشوف مثال عملي عشان الدنيا توضح أكتر. نفتح إيه، نفتح Go. ماشي، زي ما قُلت لك هي الconcept دايمًا بيبقى مش خاص بلغة برمجة معيّنة، والconcept دايمًا concept concept أساس. لغة برمجة X، لغة برمجة Y، هتقابل الconcept ده، هو ما لوش علاقة بأي حاجة باللغة.
هو ده سوفت وير بسيط، كل اللي بيعمله زي ما إحنا مش شايفين كده عندنا صفحة HTML. صفحة الHTML بتستقبل object اللي هي details، اللي هي التايتل بتعرض البوك، التايتل بتاع البوك والراجل المؤلف بتاع البوك. وعندنا البوك HTML هي عبارة عن ايه؟ بتاخد المفروض تاخد لستة، والليستة دي هتعرضها، بتعرض البوك مثلا من نفس الحكاية، اسم البوك والمؤلف بتاع البوك. طب تعالى بقى نشوف اللوجيك بتاعنا. اللوجيك بتاعنا هنا ايه؟ اللي احنا كاتبين كل اللوجيك كله في ملف واحد، ما حدش يمنعك، فاهمين قصدي؟ وانت بترن السوفت وير مش هيمنعك، عاوز تكتب كله في ملف واحد اكتبه كله في ملف واحد. فاحنا هنا عندنا الكود اللي مسؤول عن الداتا، واحنا هنا عندنا، تعالى معايا، الراجل بيقول لك والله انت لو جيت تكلمني تقول لي تعالى انا عاوز البوكس كلها، ده اللي هيهندل لك ده اللي هيهندل لك لما تيجي تهت اليو ار ال ده. طب لما تيجي بوكس وبعديها حاجة، ده اللي هيهندل لك اللي هو البوكس ديتيلز هاندلر ده. طب تعالى نشوف الهاندلر ده بيعمل ايه والهاندلر ده بيعمل ايه. طبعا دي اتكلمنا عنها احنا في المين. اول حاجة بنرجستر الهاندلر بتاعتنا، دي طبعا حاجة بتقدمها لنا لغة جو، عندها HTTP مديول، دي مش حاجة أنا كاتبها بنفسي. وطبعا حاجة تاني حاجة الليسن اند سيرف، بتومني سيرفر بيلسن على 8080. فنيجي نشوف اللي هي الميثود الأولى، بوكس هاندلر. البوكس هاندلر ببساطة بتستقبل الريكوست، بتروح أول حاجة تمبلت بارس فايلز. خد بالك أنا مش أنا اللي كاتب دي برضو، دي من اللغة ذات نفسها، من اللغة في لايبراري في جو. تمام، أهي تعالوا، جيميل تمبلت، دي لايبراري أنا بستخدمها تبع جو، تبع الإيكو سيستم بتاع جو يعني. فأنا بكل بساطة هباصي بعد أنا لما عملت فيتش للتمبلت ده، اللي هو مثلا بوكس دوت اتش تي ام ال. البوكس ده مستني مني الداتا عشان يعملها ريندر. لو تفتكروا في نوت احنا كنا بنعمل ده كله ده مانوال بنفسنا، بس انا بدأت بنوت. ليه كل ده كنت بعمله مانوال؟ عشان لما نيجي نستخدم حاجة على الجاهز كده تكون فاهم الحاجة دي behind the scene بتشتغل ازاي، لانها مش حاجة ماجيك. فالراجل اول حاجة بتشيك انه قدر يفتش التمبلت ده، لانه ممكن يروح مثلا يقرا من الباص ده مش يلاقي الملف اللي هو عاوزه، فعشان يرمي لنا يرو. طب اول حاجة بيقول لي template execute، خد البوكس دي، البوكس اللي هي ايه؟ الداتا دي. فهو هياخد البوكس اللي هي الليستة ويبدأ ايه؟ يعرضها. طب تعالى نشوف الراجل هنا البوك ديتيلز بيعمل بأول حاجة ايه؟ هو بوك ديتيلز سلاش 1، فاحنا عاوزين نجيب 1 او الاي دي بتاع البوك. فالكود ده كل اللي بيعمله اللي احنا بنجيب الاي دي بتاع البوك. طب بعد ما نجيب الاي دي بنبحث في الليستة دي عشان نجيب ايه؟ الاي دي. بنمشي فور عليها وبنشوف هل الاي دي بيساوي الاي دي، ولما بنلاقي البوك بنرجع البوك. طب افرض ما لقيناش البوك، بنرجع بوك نوت فاوند. تمام. وبعد ما نلاقي البوك بنروح نكلم برضو تمبلز بوك ديتيلز ونبص ليها البوك عشان يحصل ريندر للبوك ده، ونقول له اكسكيوت. الفرق بقى دلوقتي بيننا وبين الكود اللي كنا كاتبينه في نوت جي اس احنا كنا بنعمل كل اللوجيك ده بنفسنا. لكن دلوقتي لا، في نوت جي اس كنا بنعمل ده كل ده بنفسنا، وكان في برضه لايبريز في نوت جي اس هتسهل عليك الحوارات دي كلها، وفريم وركس في نوت جي اس هتسهل عليك الحوارات دي كلها. بس احنا كنا كاتبين كل حاجه بيور عشان انت تشوف الحاجه بتشتغل ازاي. فجوه بقى مش هنعيد نفس الموال تاني نكتب كل حاجه بنفسنا، لا هنستخدم الحاجات الجاهزه عشان تسهل علينا الكود، بما ان احنا شرحنا قبل كده، وفي نفس الوقت عشان نركز على الحاجه اللي احنا بنشرحها اللي هو مثلا ام بي سي. طب انت ايه ملاحظتك على الكود ده؟ اول حاجه انت هتلاحظ اللي احنا كاتبين كل اللوجيك في فايل واحد. وبص دي حاجه بسيطه، ده مجرد تو اند بوينتس. اند بوينت بيجيب كل البوكس، واند بوينتس بيجيب البوك باي اي دي. ما بالك ده لو اللوجيك كل شويه حد يخش يعدل ويضيف في الملف ده، هيبقى وضع صعب جدا. فتعالى احنا نرن البروجكت ده برضو. ls ماشي. تعالى نكون عندكم. ماشي، هو كده الراجل عامل لنا ران. انا هنا كده اهو، شايفين معايا؟ دي اول حاجة جاب لنا كل البوكس.
طب لو عملنا هنا جاب الديتيلز بتاعت البوكس. تمام. تمام. نقفل بقى البيج دي، وهنا كنترولز. ماشي. نيجي بقى الفرق بينه ده. أول حاجة البروجكت كان احنا مش بنستخدم نون ام في سي. تعالى بقى نشوف البروجكت اللي احنا بنستخدم ام في سي فيها. أول حاجة هتلاقي عندك اللي أنا مقسم البروجكت بتاعي لكذا باكج. خد بالك إن اسم موديلز، اسم كنترولرز، اسم فيوز، مش دي المشكلة. موديلز ممكن تسميها سيرفيس، ممكن تسميها أي حوار أنت عاوزه. مش دي المشكلة ومش دي الأزمة. هي الفكرة الرئيسية في الام في سي، هو بيقول لك الافضل ان انت تسمي حاجة معروفة وحاجة متداولة مع الناس، بس برضو المشكلة مش في المسميات. الحاجة الرئيسية اللي انت لازم يكون عندك مديول مسؤول انه يهندل الراوت، مديول مسؤول انه ينفذ البيزنس لوجيك ويجيب الداتا، مديول مسؤول عن انه يستقبل الداتا دي، ويكون مسؤول انه يرندر ال HTML او اللوجيك بتاع ال HTML. انت ككود وايز مش هتلاقي في فرق بينه وبين الكود اللي احنا كنا كاتبينه. يعني كل الكود هنا هتلاقيه هو كود هنا، بس احنا منظمين الدنيا. اول حاجه الفيوز. بمعنى ايه؟ لو حد مثلا جاي عاوز يعدل مثلا في الاستراكشر بتاع ال HTML، مش محتاج بقى يفر في ده كله ويشوف فين الكود او يعدل في الراوتس. لا، هو هيخش على الفولدر اللي هو عاوزه على طول. تمام. فانا هنا في البوك HTML الحاجة المسؤولة عن اليوزر انترفيس اللي هتظهر لليوزر، وبرضو بوك وبوكس HTML. عندك الموديل نفس الحكاية، نفس الكود برضو. عندك البوك، وعندك برضو انت بتروح تكلمه وتقول له جيب لي بوك معين. شوف بقى هو مسؤول انه يعمل لك فيتش للداتا للبوك اللي انت عاوزه، عكس مثلا في النون ام في سي. نيجي هنا الكنترولر بقى مهمته اسهل جدا. الكنترولر هيبقى عنده ايه؟ اللي هو الهاندلر هيستقبل الريكوست، فيروح يكلم مثلا ايه الموديل، يقول له يا موديل والله جيب لي البوكس اللي انت عاوزها. بعد ما يجيب له البوكس مثلا، يروح مكلم التمبلت، يا تمبلت اللي هو الفيو اللي مسؤول عن الفيو، يقول له بقى اعمل لي بارس. وبعد كده بيرجع ايه؟ هنرجع الريسبونس لل لليوزر. تمام. برضو بوك ديتيلز هاندلر نفس الفكرة هنا. طب تعالى نشوف المين بتاعتنا بقت عاملة ازاي. بسيطة جدا اهي. انا بقوم السيرفر وبقول عندي تو هاندلر، او هاندلر اسمه بوكس وهاندلر اسمه بوكس سلاش، اللي هي مثلا بوكس بنجيت البوك باي اي دي. ماشي. نعيد تاني ونأكد تالت ورابع وخامس. المشكلة مش في المسميات يا جماعة. المسميات عادي، هي مجرد خلاص الناس اللي عملوا الباتن سموا المسميات دي، فالناس بدأوا يتبعوا المسميات دي. حاجة عادية يعني. مش المسميات مش أزمتنا الحقيقية. الكور الأساسي في الام في سي إن أنت يكون عندك مديول مسؤول إنه يهندل الراوت، موديول مسؤول إنه يهندل البيزنس لوجيك والداتا، مديول مسؤول عن اليوزر انترفيس اللي هي مثلا زي دلوقتي عندنا البوكت اتش تي ام ال والبوكس دوت اتش تي ام ال. بس وبرضو نقطة حابب أنوه عليها جدا. أنت مش معنى هنا إن الموديلز مثلا يكون لازم بوك دوت كو مثلا يكون في كل اللوجيك اللي من خلاله هنريتريف الداتا ومسؤولين عن الداتا. لأ، احنا ممكن يكون جوه الموديلز ده يكون عندنا البوك دوت كو ده يروح يكلم سيرفيس تانية أو كلاس تانية جوه المديول اللي اسمه موديلز. فاهمين قصدي؟ يعني مش لازم أن يكون جوه الكلاس بتاعت الموديل اللي هي مثلا بالنسبة لنا دلوقتي اللي هي البوك دوت كو فيها كل اللوجيك اللي هو بتاع البيزنس لوجيك. لا، احنا ممكن نخلي البوك دوت كو مسؤول عن جزء من البيزنس لوجيك، وبقى البيزنس لوجيك نقسمه بين اكتر من كلاس جوه الموديلز موديول، والبوك دوت كو هو يروح بقى يقول الحاجة اللي هو عاوزها. فاهمين قصدي؟ بس ده اللي انا كنت عاوز اوضحه النهارده، لان الباترن بتاع ام في سي الناس أول لما بتبدأ فيه بتتلخبط. بيقولك مثلا أنا اتعلمت دوت نت ام في سي، سبرينج ام في سي، معرفش ام في سي مش مرتبط بتكنولوجي معينة. ام في سي هو باتن الكومن بروبلم.
حتى بتوع الframe works زي ما أنت شايف لمّا ييجوا مثلًا أنت عاوز تcreate project من الأول، فيقول لك والله أنا ممكن أخلّيك تcreate project MVC، فأنت في الأول قبل ما تروح تcreate الproject في .NET مثلًا .NET MVC project، فأنت عارف المشكلة اللي أنت بتحلها إيه. هو هيوفّر عليك الstructure، يعني أنا هنا لمّا كتبت الstructure بدأت كل structure كريته بنفسي، لكن أنت لمّا بتوع .NET يكونوا مثلًا عاملين لك project اسمه .NET MVC، ده pattern يعني مش ليه علاقة بNet، هو بس بيوفّر عليك إنه بيcreate لك الmodules جاهزة عشان أنت ما تتلخبطش وتبدأ تضيف الكلاسات في الmodules اللي هو كاريتها ليك، فاهمين قصدي؟ بس هو ده اللي أنا عاوز أقوله، وشكرًا وأتمنى إن الفيديو يكون مفيد ليكم.